دخل على مراته، لقى دكتور النساء عمل فيها حاجة ما كانش يتخيل أبدا إنه ممكن يعملها. ما تحملش اللي شافه وقرر ينتقم منه، وراح له وهو مش شايف قدامه. عمرو الحاج عبد العظيم، الراجل اللي ضحى بحياته من وهو صغير، وسافر واشتغل وصرف كل فلوسه على اخواته لحد ما اتجوزوا واتعلموا، كان ممكن يتخيل ان الموقف ده يحصل معاه، خصوصا انه ما كانش حابب يجري ورا موضوع الخلفة خالص. بعد ما جرب واتجوز مرة وما خلفش، ومن ساعتها والحاج عبد العظيم قفل موضوع الخلفة والجواز، لحد ما واحد صاحبه رشح له عروسة قريبته، ومن زن صاحبه عليه اقتنع، خصوصا انه كان حاسس بالوحدة بقاله سنين طويلة. وحصل فعلا جوازه من الست فوزية، لكن ما حصلش حمل، وحصل ما بينهم خلافات كتيرة بسبب لجوءها للدجل والشعوذة عشان خاطر تحمل. فقرر أهلها إن مفيش حل غير إنهم يروحوا للدكاترة ويكشفوا المرة دي الحاج عبد العظيم اضطر يسمع كلام الناس ويروح يكشف رغم عنه. قالوا له إن عنده مشكلة بس في أمل ضعيف، وفعلا نسيوا الموضوع خالص وعاشوا على الأمل اللي ممكن يتحقق. وفي يوم واحدة صاحبة الحاجة فوزية قالت لها على دكتور شاطر قوي فاتح عيادة جديدة وقريبة منهم مش بعيد، وإنه بيعالج الحالات المتأخرة في الخلفة. وما صدقت فوزية وفضلت تقنع في الحاج عبد العظيم إنه يروح ويكشف عنده. وفعلا راحوا المركز العلاج، وقال لهم نفس الكلام بتاع الدكتور الأولاني، إن في أمل لكنه ضعيف، والحاج عبد العظيم محتاج علاج، لكن طلب منهم مبلغ كبير جدا في الأول. طبعا اداله المبلغ، لكن بعد كده طلب منه 3 أضعاف المبلغ ده، وقال له إنهم في المرحلة التانية من العلاج. دفع الحاج عبد العظيم كل الفلوس اللي معاه. بعد كده قال له إن مراته لازم تدخل المستشفى وتقعد فترة عشان تعمل حقن مجهري، بس الموضوع هيكون مكلف. وفعلا دخلت المستشفى الخاصة بتاعت الدكتور. ساعتها كانت الفلوس خلصت من عند الحاج عبد العظيم، اللي واجه أزمة كبيرة لأول مرة في حياته. لكن يا ترى لما هيطلب من إخواته إنهم يساعدوه هيوافقوا ويردوا له الجميل؟ للأسف رفضوا، وقالوا له إن هو كده بيرمي فلوسه في الأرض، واتخانق معاهم خناقة كبيرة واتصدم من موقفه معاهم، واضطر يروح لواحد صاحبه تاجر مواشي واستلف منه مبلغ كبير. وفعلا دخلت الحاجة فوزية المستشفى وقعدت فيها 3 شهور، وأخيرا بعدها جالهم الدكتور وبشرهم إن الحاجة فوزية بقت حامل. ساعتها الراجل طار من الفرحة هو ومراته، لكن قال لهم إن هم محتاجين مبلغ أضعاف المبلغ اللي قبل كده. راح الحاج عبد العظيم وما كانش عنده اختيار إلا إنه يبيع الجنينة والبيت لتاجر المواشي وياخد منه باقي المبلغ، لأنه ما يقدرش يستلف منه كل المبلغ ده. وقتها مراته قالت له إن هي نايمة في المستشفى وما بتعملش حاجة، وإن الحمل لسه شهور طويلة، وإنه كده بدأ يخسر حتى أملاكه، فالأفضل إنهم يرجعوا شقتهم القديمة في بيت عيلته وإخواته ويخرجها من المستشفى. وفعلا الحاج عبد العظيم سمع كلام مراته وخرجها من المستشفى. لكن في يوم صحيوا على صوت صريخ جامد في بيت العيلة، في بيت عيلة الحاج عبد العظيم، وكانت بتشتكي من مغص شديد جدا. خدوها على مستشفى قريبة منهم. الدكتور أكد لهم إن مراته مش حامل، وإن عندها مغص بسبب تأخر في العادة الشهرية، بسبب دواء من الأدوية اللي كانت بتاخده اللي بيؤدي لتأخرها، وهو ده اللي عمل لها المشاكل الصحية دي. الحاج عبد العظيم فهم إنه وقع ضحية عملية نصب كبيرة من الدكتور إياه، وما حسش بنفسه غير وهو جايب جردل بنزين وراح على المستشفى ومصمم إنه ينتقم من الدكتور. الدكتور صرخ واستغاث بالناس، لكن الحاج عبد العظيم كان بيدلق البنزين عليه وسط فزع الدكتور. لكن رجالة الأمن لحقوا الدكتور قبل ما تحصل له إصابات كاملة، وأخدوا الاتنين على قسم البوليس. وفي النيابة كل واحد حكى الواقعة، لكن الدكتور صمم إنه ما قالش للحاج عبد العظيم إن مراته حامل، وإن عملية الحقن المجهري فشلت. والكل أقنع الدكتور إنه يتنازل عن محضر الشروع في إنهاء الحياة مقابل عملية النصب الكبيرة اللي عملها في حق الحاج عبد العظيم. وفي الآخر حصلت قعدة عرفية بين أهل بلد الحاج عبد العظيم وبين الدكتور، وصلوا لاتفاق إنه يقفل المركز ويمشي. خسر الحاج عبد العظيم كل حاجة، وللأسف كان ضحية شخص استغل موقف ضعف هو فيه، ولولا ستر ربنا كان الموضوع اتحول لجريمة إنهاء حياة، وكان زمان الحاج عبد العظيم مقضي بقية حياته في السجن.